حسب الدراسة اللي اتنشرت في جامعة هارفارد سنة 2023 واللي كانت معمولة على مجموعة من الشباب من سن 20 لسن 44 سنة، اللي ارتفاع الإصابة بمرض الضغط المرتفع إلى 12% و4% من مرض السكر تايب 2 أو النوع الثاني، وارتفاع نسبة السمنة ما بينهم إلى 44%. واللي أرجعت الدراسة السبب في ده إلى اللايف ستايل بتاعهم أو الحياة المعيشية بتاعتهم وأسلوب الحياة بتاعهم. خلونا ما نطولش ونخش في الفيديو على طول. معاكم دكتور صيدلي محمد عبد المطلب، وصلوا على النبي ويلا بينا. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن ازاي نهتم بصحتنا واللي لخصناها في 3 خطوات. اول حاجه الاكل الصحي، تاني حاجه وهي الحركه، تالت حاجه وهي النوم. والمره دي هنتكلم فيها عن الاكل. وقبل ما نتكلم احنا ناكل ايه او ما ناكلش ايه، لازم الاول نفهم جسمنا شغال ازاي، بحيث احنا نديله ايه من العناصر المهمه اللي يخليه دايما في صحه وفي قوه. جسمك بيتكون تقريبا من 37 تريليون خليه، اللي بيكون في شكل الهيكل العظمي اللي وظيفته الاساسيه هي انه يدينا الشكل ويحمي الاعضاء الداخليه، واللي بيتغطى بعضلات اللي بيدينا القوه والحركه. ده بالاضافه الى بعض الاعضاء الداخليه زي المخ والجهاز التنفسي والقلب والجهاز الهضمي، وبيغطي كل ده طبقه من الدهون ومن الجلد. وخلال فتره حياتك الخلايا دي بتموت وبتتجدد، وجسمك عشان يجددها محتاج الى بعض العناصر المهمه زي الهيدروجين والكربون والنيتروجين والاكسجين والفوسفور وبعض العناصر الاخرى. انت متخيل مدى تعقيد جسمك وانه محتاج نظام غذائي متوازن عشان تفضل بصحه وبعافيه؟ وتيجي انت مجرد انك تديها اي اكل من عباره عن نودلز سريعه التحضير او وجبات السريعه وخلاص على كده. جسمك ده فعليا لو بيتكلم هيقول لك الفاظ قبيحه وهيسيبك ويجري، لانك فعليا كده بتنتحر. وبالتالي انت المفروض قبل ما تاكل اي اكل تسال نفسك هو الاكل ده مفيد ولا مضر؟ ايه ده؟ يعني ما اكلش الاكل اللي انا بحبه زي البطاطس المحمره والفراخ المحمره والطعميه والجبنه المقليه والاكل الحلو اللي مليان زيت ده؟ طبعا لا. انت ليه بتتعامل مع جسمك على انه موتور ومحتاج انك تغير له زيت كل فتره؟ طيب ناكل ايه؟ وقبل ما اجاوبكم ناكل ايه لازم نحط في اعتبارنا نقطتين مهمين. اول حاجه ان جسمك مش ملكك، دي امانه ربنا سبحانه وتعالى عطيهولك الى ان يتوفاك الله بعد عمر طويل وهيحاسبك عليه. تاني حاجه لازم نتعامل مع الاكل مش بحب ايه وبكره ايه، لان للاسف مش كل اللي بنحبه بيكون مفيد. يعني لو حبيت اقرب لكم الموضوع على سبيل المثال، عندك عربيه وانت بتحب المياه الغازيه، هل انت بتحط في التانك بنزين ولا مياه غازيه؟ اكيد طبعا بتحط بنزين، لان هي محتاجه كده. نفس النظام في جسمك، محتاج عناصر غذائيه مش موجوده في صنف واحد من الاكل، ومع ذلك انت مصمم انك تديها كام صنف من الاكل وخلاص على كده. يعني ناكل ايه؟ ناكل زي جدودنا ما كانوا بياكلوا. اولا نمنع الاكل الضار من زيوت كتيره وسكريات كتيره، والاكل اللي بيحتوي على مواد حافظه بكميات كبيره. صحيح ان الاكل ما بقاش فيه نفس القيمه الغذائيه زي الاول، بس ما تجيش انت وتكمل على جسمك. يعني تكون خطه اكلك كالاتي: بروتين وخضار وسلطه وشويه عيش او رز في الاخر. ايه ده؟ يعني امنع العيش والرز والمكرونه؟ لا. بس عمرك شفت الدكتور بيقول لحد انت شكلك هفتان فمحتاج انك تفطر بست رغيفه وتتغدى بكيلو رز وتتعشى بكيلو مكرونه؟ اكيد لا طبعا. يعني امنع اللي مش مفيد وزود من المفيد. طب لو انا بره في مشوار او في الجامعه مثلا، اعمل ايه؟ يفضل انك تاخد معاك في شنطتك سندوتشات من البيت زي مثلا بيض او جبنه او فول حتى، ويكون معاك خيار او فاكهه، هتكون انضف وارخص لك من انك تشتري حاجه من بره. ولو الدنيا قفلت معاك وخلاص قررت انك مش عارف تشيل او مش عايز تشيل اي حاجه معاك، فاختار الاكل الاقل ضررا اللي هو بيكون اقل حاجه بتحتوي على الزيت. صحيح الحلول مش سهله ومحتاجه مجهود، بس افتكر ان ثروتك الحقيقيه في صحتك وتستاهل انك تتعب عشانها. ولو انت كملت الفيديو لحد هنا فده معناه انك مهتم بصحتك وعايز تعرف اكتر عنها. فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير للحلقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.